مرحبا، كيفكن؟ بتمنى كلكم تكونوا بخير. اليوم مع بعض رح نعمل نوتيلا اقتصادية وسهلة وسريعة، ورح أفرجيكم كمان مشروب ممكن تعملوه من بقايا النوتيلا اللي عملناها بإضافة الحليب. كتير طعمه زاكي وكتير لذيذ. لمكونات النوتيلا رح نحتاج للزيت وللحليب وللكاكاو وللسكر البودرة وللحليب البودرة، ورح نحتاج كمان نكهة البندق، أو ممكن نستبدلها بفانيلا عفوا. أول شي رح نبلش بالحليب، بعدها رح نضيف عليه السكر، ورح نضيف عليه الكاكاو، ورح نضيف عليه الفانيلا، ورح نضيف عليه الحليب البودرة، ورح نضربهم مع بعض. بعد ما ينخلطوا مع بعض منيح رح نضيف عليهم الزيت على شكل خيط رفيع، زي كأنه بالضبط رح نعمل بالضبط زي كأنه بنعمل بالمي. أول شي رح نبلش بالحليب، بعدها رح نضيف عليه السكر، ورح نضيف عليه الكاكاو، ورح نضيف عليه الفانيلا، ورح نضيف عليه الحليب البودرة، ورح نضربهم مع بعض. بعد ما ينخلطوا مع بعض منيح رح نضيف عليهم الزيت على شكل خيط رفيع، زي كأنه بالضبط رح نعمل بالضبط زي كأنه بنعمل بالمايونيز. بعد ما يتجانس عندي الخليط بحطهم في مطربان وبحطهم بالثلاجة، وكل ما تجمد عندي الخليط وبرد بيصير أسماك وأجمد. في بقايا الخليط عندي النوتيلا اللي بيكون في الخلاط راح أضيف عليه الحليب وراح أضربهم مع بعض. هيك بصير عنا نوتيلا ومشروب بطريقة سهلة واقتصادية وكتير زاكية. إذا عجبتكم الطريقة يا ريت تخبروني بالتعليقات واحكوا لي شو ممكن نعمل بالفيديوهات الجاية.